السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بنات، كيفكم؟ معاكم ثناء مدونة ميلكي واي، واليوم رجعت لكم بتجربتي في الطلب من موقع نت-ا-بورتيه. طبعا أتوقع أغلبكم يعرفونه، هو موقع بريطاني. الموقع اشتهر بأنه متجدد ومواكب للموضة أول بأول، ويهتم أكثر شيء يعني باللكجري والديزاينرز من كل أنحاء العالم يعني. والحلو فيه انهم يعني يقدمون لك تجربة تسوق اقدر اقول عنها خيالية، لانهم حتى يسهلون لك من جميع النواحي، بحيث انهم يعطونك اخر الترندز، اخر السرعات اللي نازلة بالساحة، وحتى اختيارات المحررين الاشهر مجلات الفاشن في العالم. فيعني تشترين القطعة وانتي مرتاحة، يعني ان شاء الله انه ما راح تندمين بعدين. غير كذا بعد يصدرون مجلتين من اخراجهم، ذا بورتيه و ذا إيديت ديجيتال اللي هي رقمية يعني مو ورقية. الموقع يوصل دايركت على السعودية مع DHL. أنا طلبت منهم وكان في عندهم عرض شحن سريع مجاني إذا اشتريتي فوق 300 باوند، فما اضطريت يعني إني أدفع أي شيء، لكن بالعادة تدفعين على الشحن أقل شيء 100 ريال، وحتى بعض الأحيان ممكن يكون في ديوتيز تدفعينها على حسب يعني مشترياتك. الطلب تقريبا وصلني خلال 4 أيام. طبعا زي ما انتم شايفين جوتشي، اتوقع واضح من البوكس انه شوز صح. سوري، مرة ادمان شوزات. طبعا تسألوني الشوزات كيف نعرف مقاساتنا، كيف مرة نكون يعني مرة متأكدين. انا الشوز هذا رحت للفرع نفسه، البوتيك اللي في المملكة وبرضه في سنتريا، جربت الشوز نفس الديزاين وعرفت مقاسي ايش، لكن الفرعين ما كان عندهم اللون اللي انا ابغاه والموديل اللي انا ابغاه، فاضطريت اني اطلبه اونلاين. بحثت كثير اونلاين، لقيت نورستروم، بس نورستروم كان ما في ابدا، ما تقدرين، يجيك الا بعد 3 شهور. تخيلوا في 2017 اتوقع، معقولة انا بقعد انتظر يعني؟ لا لا مستحيل. فاضطريت اطلبها من نت-ا-بورتيه، بس حتى نت كان ما عندهم مقاسات، كان كلها سولد اوت. بعض الاشياء كانت coming soon، فاضطريت احط مقاسي ادخله وش ليست علشان اذا توفر يصيرون يراسلوني على الايميل. وبالفعل يعني بعد 4 أيام تقريبا أو 5 أيام كذا بالكثير راسلوني إنه توفر الشوز. الشوز يجي معاه 2 دست باج للشوزين، يعني مرة كريمين صراحة. الشوز أنا قد كلمت لكم عنه من قبل على السناب شات، قلت لكم ان هذا مرة ترند، اللي هو الباكلس لافرز، او يعني كذا مسميات، او السليب اون لافرز، سلايدرز لافرز. مرة حبيتهم لدرجة اني اشتريت واحد برضو من زارا. بس هذا ستيل في مخي ابغاه، مرة عاجبني. طبعا هذا باللون الاحمر، يمكن مو الكل يناسبه، فعلى حسب انتي تختارين اللي تبغين. حتى في موجودة بالنكشات، بس انا اخترت هذا لانه كلاسيك اكثر. عاد اذا تبغون صور له ملبوس علشان يعطيكم الهام او شيء زي كذا، انا غالبا انزل بوستات اوتفيت او تنسيقات على اي شيء اشتريه، يعني على الانستغرام، على السناب شات، او على المدونة ممكن برضو. من ناحية هل الشوز مريح أو لا، أنا من ما جربتها يعني وقت طويل، لكن كتجربة مؤقتة حتى الآن مريح عادي. بس شوي هو من قدام شوية ضيق، فيحتاج تاخذين مثلا مقاسك أو أكبر منه بنص رقم، فعلى حسب يعني. لازم تجربينه، أنا دايما أقول لازم تجربونه في البوتيك عشان تتأكدون أول. في منه ديزاين الفرو، بس أنا أبدا مو عاجبني، هذا عاجبني أكثر، داخل مزاجي أكثر. وفي اللي عليه رسمات الفلورال والعصافير ومدري إيش، مرة كيوت حلو، بس أنا حسيت إنه مو كلاسيك، ما حسيته راح يدوم، فقلت آخذ هذا أفضل لي يعني، عاد ما أدري. وبس أتمنى يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا اللايك شير سبسكرايب، وأشوفكم على خير. باي.